السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة. كتير قوي بتبوظ منهم البسبوسة، او البسبوسة بالنسبة لهم بتكون صعبة. الطريقة دي سهلة جدا، جربوها. مقدارها بسيط وصغير، يعني مش هتخسري اي حاجة في المقادير بتاعتها. ان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم. طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم، ودي قناتي لتعليم الطرق والحلويات والجاتوهات. اتمنى ان شاء الله تعملوا فيها جولة. ما تنسوش اللايك والاشتراك، ويلا نسمي الله ونشوف هنعمل البسبوسه بتاعتنا القمر دي. بجد مرمله وطعمها تحفه تحفه بجد. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا دول كوبايتين دقيق بسبوسه 300 جرام، كوبايه الا ربع سكر، تلت كوبايه لبن، نص كوبايه سمنه. وهسيب لكم المقادير بالجرام وبالكوبايه في صندوق الوصف ان شاء الله. صندوق الوصفه لو ضغطتي على العنوان هيظهر لك صندوق الوصف. انا حطيت في بوله معايا هنا كده السكر واللبن والسمنه. تمام كده، وهدخلهم الميكروويف، او ممكن انتي تحطيهم في قلب حاجة على النار. يدوبك بس يدوبوا كده مع بعض، يدوبوا يعني. انا مش عايزاهم سخنين، انا عايزاهم فترين. وهنا عيرت معاكم كمان دقيق البسبوس عشان تعرفوا المقدار بتاعها. يدوبك كوبايتين، كوبايتين بالظبط، يعني كوبايتين مليانين. تمام كده. انا طلعت بقى هطلع دلوقتي. هحط الاول على الدقيق البسبوسه رشه ملح، رشه ملح. تمام، علشان بتعادل الطعم بصراحه. طلعت هنا السلطانيه بتاعتي من الميكروويف. يا دوبك بصوا، حتى شايفين السمنه لسه كمان ما دابتش. وحطيت معلقه صغيره عسل كلوكوز، ما تكتروش عسل الكلوكوز عشان ما يقفش معاكوا في البسبوسه. لما بتحطي معلقه كبيره على فكره بتكون مش حلوه. حطيتها يا دوبك، وهي ما دخلتهاش الميكروويف تاني. حطيتها وقلبتها كده وسبتها. وبعد كده جبت الصينيه بتاعتي دي. الصينيه دي مقاس 28، وممكن تعملي في 26 كمان. دي مقاس 28. دهنتها دهنة سمنه كده. وبعد كده بعد كده هنشوف بقى الخليط بتاعي اهو. بصوا داب خلاص، يعني لقيت السمنه دابت، كله داب مع بعضه. حطيت كوبايتين دقيق البسبوسه وقلبت، يعني دول كوبايتين دقيق بسبوسه. المقادير بسيطه وسهله جدا، جربيها. انا جايبالك مقدار صغير، جربيها هتطلع معاكي حلوه قوي قوي بجد والله، ان شاء الله. انا وريتكم هنا الخليط عامل ازاي. الخليط بتاعها حلو، ولازم تقلبيها كويس عشان تتاكدي ان ذرات البسبوسه كلها اختلطت بالسوائل بتاعتنا. خبطتها خبطتين، اتفردت في الصينيه. وبعد كده عايزه تسيبيها ساده مفيش مشكله، عايزه تحطي عليها اي حاجه على الوش. انا حطيت كده شويه مكسرات، يعني حبة صغيرين كده، حطيتهم على وشها. وبعد كده ضغطت عليهم بايدي علشان اتاكد بس ان هم يخشوا في البسبوسه، ما يطلعوش على الوش بره، وخصوصا لما اجي اسقي الشربات. خلاص كده. انا مولعه الفرن على فكره على اعلى حاجه، دخلتها على درجه حراره 200. بعد كده جبت كوبايه ونص سكر. المقدار ده هياخد معايا بالظبط كوبايه ونص سكر، كوبايه ونص ميه. تمام كده. وليمونه صغيره، جبت ليمونه صغيره قطعتها ترنشات وحطيتها فيها. بس هحطها على النار، هتغلي معايا 5 دقايق وكده. خلاص الموضوع بتاعنا خلص خلاص. وادي صينيه البسبوسه بسم الله ما شاء الله، طلعت من الفرن زي ما انتم شايفين. ما خدتش معايا وقت في الفرن. وهبدا انزل عليها بخليط الشربات بتاعنا، بالشربات بتاعنا. الشربات سخن جدا على فكره، انا يا دوبك طفيت عليه طلعت البسبوسه. تمام كده. انا هوريكم ان انا حطيت الشربات كله، يا دوبك المقدار ده مظبوط. شربات والدقيق وكل حاجه فيها مظبوطه. جربوها ان شاء الله بنفس التكنيك ده بالظبط، او بنفس المقادير بالظبط، هيطلع معاك وكل حاجه مظبوطه وحلوه جدا. بصوا انا بوريكم هنا حطيت كل الشربات اهو. يا دوبك هي هتاخد معايا الشربات اللي انا عملته. بعد كده انا عايزه اوريكم بس هنا عشان تعرفي ازاي هي محتاجه شربات ولا لا. بتضغطي عليها. طبعا انا هشيل هنا شرايح الليمون دي، بتضغطي عليها. انا هنا كنت بوزع الشربات، بدورها يمين وشمال كده علشان لو فيها اي شربات يجي في الجناب بتاعتها او في الحرف بتاعها. بصي انا بوريكم هنا، تضغطي عليها لو لقيتيها طريه كده وبيطلع منها شربات، تعرفي خلاص كده ان هي استكفت من الشربات. وهي المقادير بتاعتها ما شاء الله مظبوطه. سبتها بقى شويه كده، غطيتها حوالي 10 دقايق وسبتها بردت خالص. انا غطيتها هنا حوالي 10 دقايق، وبعد كده شلت الغطا وسبتها تبرد. وبعد ما بردت هنقلبها مع بعض وهنقطعها بقى ونشوفها.
ما تنسوش يا بنات صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، تسيبوا لي كومنت حلو كده ولايك طبعا للفيديو. لو انتوا لسه لحد دلوقتي ما حطيتوش اللايك ما تنسوش تحطوا اللايك. لو انت حابه تقلبيها بقى، لو هتطلعيها اوردر، هي على فكره هتتقلب معاكي بكل سهوله، لاني انا عاملاها هنا في صينيه تيفال. لو هتعمليها في صينيه المونيا اقلبيها برده وهي دافيه شويه، تمام. يعني ما تسيبهاش لما تبرد، ولو سبتيها لما تبرد حاولي تدفيها على النار حاجه بسيطه كده واقلبيها، هتتقلب معاكي على فكره، يعني مفيش اي مشكله خالص. لو عايزه تطلعيها اوردر بتحطيها في طبق زي كده وبتغطيها وبتطلعيها اوردر، تمام. انا بقى هقطعها بقى اوريها لكم، بجد والله طعمها خطير، حلوه جدا جدا، تحفه قوي قوي ومرمله. طعمها جميل، جربوها بنفس الطريقة دي وان شاء الله الطريقة بتاعتي تعجبكم. بحبكم جدا جدا، واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. المقادير سهلة يا بنات وبسيطة جدا، لو حبيتي تجربي كوبايتين اتنين مش هتخسري اي حاجة، مش هتخسري مكونات كتير. واسيبكم في رعاية الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.